ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. إيه اللي ما يعرفيش، انا اسمي ريهام فاروق، اخصائيه نفسيه واخصائي اضطراب تعلم محدد واخصائي تخاطب واخصائي تنميه مهارات. النهارده هتكلم في نقطه مهمه جدا، جات لي منها شكاوي كتير قوي الفتره اللي فاتت. هي مش قد ما تكون مش شكاوي قد ما يكون استفسارات كتير نتيجه ان في إيه يعني زي ما بيقولوا كده ايه، لبس في المفاهيم. الامهات متلخبطين والابهات كمان وصلوا لمرحله ان هم فعلا بقوا متلخبطين زيهم زي الامهات بالظبط. هوضح لكم النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا اسمه صعوبات التعلم. هو كان اسمه صعوبات التعلم، هو دلوقتي اسمه اضطراب التعلم المحدد. تمام. هشرحه لكم بالمختصر، وهشرح المهم، يعني الاهم في المهم، عشان الصورة تبقى واضحة للكل. احنا دلوقتي عندنا صعوبات التعلم اللي هو المفهوم بتاعها اللي اتغير اللي بعد كده، اللي هو في الدي اس ام 5 تي ار، بقى اسمه اضطراب تعلم محدد. اضطراب التعلم المحدد ده هو انا زي ما انا قلت كده اهو اضطراب، يعني لا هو اعاقه ولا هو متلازمه ولا هو مرض، لان في اختلاف كبير كبير ما بين الثلاث مصطلحات او الثلاث مفاهيم دول. هشرحهم بالمختصر جدا عشان بس كمعلومه كمعلومه لام او لاب يكونوا مستفيدين بالفيديو ده ان شاء الله. انا عندي الاعاقه ده هو اسم، يعني معنى كلمه اعاقه ده خلل فسيولوجي. خلل فسيولوجي في عضو من اعضاء الجسم، ما بيأديش وظيفته على اكمل وجه. يعني ممكن بقى عندنا يا اما اعاقه حركيه، بصريه، اعاقه عقليه، اعاقه سمعيه. وكل واحد من دول ايا كان نوع الاعاقه بالظبط ليه دكتور معين. يعني اعاقه عقليه لها دكتور مخ واعصاب، اعاقه سمعيه لها دكتور سمعيات، مش انف واذن وحنجره، سمعيات. آم، عندنا الإعاقة الحركية عندنا دكتور عظام ودكتور علاج طبيعي، يعني بيكون في جلسات. عندنا الإعاقة البصرية طبعا دكتور عيون، هو دكتور عيون. ده بالمختصر جدا للإعاقة. عندنا تاني حاجة المتلازمة. المتلازمة عندنا ده خلل في الكروموسوم، كروموسوم أو كروموزوم، يعني اللي كله المصطلحات مظبوط. الخلل ده إما بيكون بزيادة أو بنقص في الكروموسوم ده. زي مثلا الداون سندروم، ده بيبقى زيادة في الكروموسوم 21، فده الزيادة اللي فيه بتؤدي إلى إن هم كلهم يبقى شكلهم واحد، جسمهم واحد، ملامح وشهم واحدة، خصائصهم واحدة، سلوكياتهم واحدة. تمام. في بقى متلازمات كتير 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 وصلت تقريبا ازيد من 3000 4000 متلازمه. مش كلنا نعرفهم. في اللي معروف ومشهور زي الداون، وفي اللي مش معروف ومشهور بعد كده بيكتشفوه بالتدريج بالوقت يعني. تمام. او هو موجود في كتب بس بنعرفه عن طريق لما تجيلنا حاله او كده. تمام. المرض ده سهل جدا. المرض ده فيروس او ميكروب او بكتيريا بتخش الجسم، بتأثر علينا بشكل او باخر. مفيش ناخد ليها علاج نخف. البرد، النزلة المعوية، النزلة الشعبية، الكورونا، ايا كان كل الحاجات دي بيبقى الوضع منحصر في علاج بناخده نبقى كويسين نتحسن، الموضوع انتهى على كده خلاص. الاضطراب بقى ما بيكونش خلل، زي ما انا قلت لكم اضطراب تعلم محدد هو ما بيكونش خلل فسيولوجي، لكن هو بيكون في خلل في وظيفة المهارة. احنا عندنا مهارات اللي هي ايه، عندنا مهارات حاجة اسمها مهارات نمائية. المهارات النمائية دول 4 مهارات: الانتباه والإدراك والذاكرة والمفاهيم. انا بالنسبه لي زي انا بقالي تقريبا التشبيه ده بقالي اكتر من 3 4 سنين بقوله لكل الامهات، وبالذات من خلال بالظبط السنه اللي فاتت لغايه وقتنا هذا، لان انا واجهت كميه اطفال عندهم صعوبات تعلم باختلاف اعمارهم كتيره جدا. المهارات النمائيه اللي بتتكون من اللي زي الانتباه السمعي مثلا، لما بيتكون من عند الجنين لما يكون عنده 4 شهور جنينيه من في بطن مامته، عنده الانتباه السمعي عنده بيكون موجود، بيكون كويس وشغال وبينتبه لكل صوت بره بطن مامته. عشان كده بيقول لك لما الام تكون حامل اتكلمي مع ابنك او بنتك كتير عشان هيسمع.
لما بتتكلموا كتير ده بينشط عنده الانتباه السمعي، فبالتالي الوضع بيتحسن معاه بشكل افضل. تمام. من بعد بقى ما الطفل بيتولد بقى بيبتدي يزيد الانتباه البصري، السمعي، اللمسي، الحسي، التذوقي. بعد كده بيعلي معاه الادراك والتركيز. وبعد كده بيبتدي واحده واحده بقى، واحده لما يبدا يتكلم فيكون مفاهيم، والذاكره لما بيجي يتخزن. فكل المهارات دي بتبدا تتكون، تبدا بقى تظهر تكون حقيقي يعني 6 شهور فيما اعلى بقى، 6 شهور من بعد الولاده واحنا طالعين بقى. اذا كانت المهارات النمائيه ما مشيتش على حسب المراحل العمريه لكل طفل بشكل مظبوط وبشكل دقيق، هنا الطفل بيحصل عنده مشكله. ممكن يكون عنده مشكله في مهاره واحده، ممكن مهارتين، ممكن 3 مهارات، ممكن ال4 مهارات كلهم. تمام. طيب دي بقى اوتوماتيك كده بتأثر على الأكاديمي، بتأثر بقى على الأكاديمي في كل حاجة، في القراية وفي الكتابة، في الحساب، وفي العربي والحساب، العربي والإنجليزي والحساب على حسب بقى حساب أو ماث أيا كان. تمام. أنا دلوقتي بيبقى عندي الشدة بتاعت اضطراب صعوبات التعلم. في عندي 3 أنواع للشدة. خفيف ده بيبقى عنده مشكلة أو مشكلتين، وهقول لكم إيه هي المشاكل بالظبط. مشكلة أو مشكلتين، وما بيحتاجش دمج. يعني ممكن بالشغل كويس مع حد متخصص وفاهم الوضع معاه يتحسن كتير 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 جدا. المتوسط والشديد الاتنين يعني بالذات يعني الشديد بالذات بيحتاج شغل مكثف ومستمر وهيحتاج لدمج، والمتوسط هيحتاج لدمج. ده الاتنين دول بيكون اعراضهم ممكن تكون بقى الاعراض كلها، ممكن اللي هو يعني 2 فيما اكتر، لان هما بيبقوا 6 اعراض على حسب بقى الطفل عنده مشكله في 6، يعني في ال6 مشاكل كلهم، سواء كان 4 العربي والاتنين حساب، واحده منهم 2 3 4 ال6 كلهم في المادتين، وبالتالي اوتوماتيك هتأثر على الانجليزي، وهكذا في نفس الدايره. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الشدة سواء كان متوسط أو شديد، الاتنين بيحتاجوا لدمج. تمام. اختبار الذكاء لما بنيجي نعمله، طبعا عشان النسخة الجديدة لسه ما نزلتش اللي هي النسخة السادسة، فالموجود دلوقتي ال5. فال5 ما تجددتش أو ما تحدثتش بناء على DSM 5 TR الجديد. فالوضع ان هو بيظهر لنا في الاختبار ان الطفل عنده بطيء تعلم. طيب امتى انا نسبه اختبار الذكاء بتاعتي بتبقى بطيئه، عنده صعوبات تعلم او اضطراب تعلم محدد صعوبته في كذا، لما بنيجي نكتب التقرير يبقى قد ايه 80 فيما فوق. اختبار الذكاء 80 فيما فوق. شايفه ممكن يكون الطفل جاي مثلا 100 وشويه ويكون عنده صعوبه تعلم عادي جدا، عشان هي الناس فاكره انا ازاي ابني يكون عنده درجه اختبار الذكاء بتاعته مثلا عاليه ويكون عنده صعوبات تعلم. لا عادي مفيش مشكله. وتلاقي في ناس مثلا صعوبات التعلم بتاعتها مثلا بيتملى كويس لكن بيقرا مش كويس او بيقرا ببطء. فهنا احنا هنا طب دي صعوبه. تلاقي مثلا في الحساب عندنا في الحساب اللي هو عسر الحساب او الديسكالكوليا، عندنا في عرضين. العرض الاولاني اللي هو الجمع والطرح والضرب والقسمه، اللي هي المسائل العاديه. تمام. اللي يعتبر من اولى ابتدائي مثلا لغايه كام؟ لغايه اعداديه. تمام. او بعد اعداديه ممكن يكون طفل عنده مشكله في الطفل او ولد او بنت. تمام. والمسائل الكلاميه اللفظيه بقى، اللفظيه او البصريه، ممكن نقول المسائل الكلاميه بس. المسائل الكلاميه مش عارفه مين اشترى ايه، عمل ايه، سوى ايه، طب دلوقتي معاه كام، نزلت معايا كذا 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 فدلوقتي معايا كام، وهكذا بقى. دي بيبقى عنده فيها مشكله، فاحنا بنشتغل على الجانب السمعي الاول، وبعد كده نشتغل على الجانب البصري بقى، ان هو يشوف المساله ويكتب وكده. دي من ضمن الشغل بتاعنا، دي قلتها كده في النص. عندنا بقى الديسلكسيا اللي هي عسر القراءه. عندنا 4 اعراض ليها. عندنا القراءه البطيئه، كا تا با آ ح ما دا إي دا را هو دي قرايته، مش عامل فواصل زمنيه ما بين الكلمه والكلمه، والكلام كله داخل في بعضه، وهو عارف شايف ان هو دي القرايه بتاعته. التهجئه هنا ممكن اقول
كلمات عندي مشكله في التهجئه بقى، ما دي ليها حاجات تانية، يعني انا ابدل حرف مكان حرف، صوت حرف مكان صوت حرف، اضيف حرف او اضيف صوت، احذف صوت، على حسب بقى ليها المشكلات الخاصه بانماط القراءه يعني. هشوف اذا كنت هقولها في الفيديو ده ولا في فيديو تاني. تمام. المشكلات بطريقه الحل بتاعتها كنت منزله طريقه الحل بتاعتها، طريقه كانت الشادو والتلوين و دي تخص القراءة البطيئة وإضافة وحذف وإبدال أصوات. تمام. عندنا فهم قرائي، يعني مثلا ذهب أحمد إلى المدرسة مبكر، ذهب أحمد، لا ثواني، يعني مثلا إيه، لكي يستيقظ أحمد مبكرا ذهب إلى النوم مبكرا. فكده دي لغة عربية. لما الطفل يجي يقراها بيقرا مثلا سي كويس جدا، طب اشرح لي اللي انت قريته. المفروض بقى ان هو بيقولها باللغه العاميه ايه، هو احمد عشان عايز يروح المدرسه بدري فراح نام بدري بس. لو بقى عنده مشكله في النقطه دي في الشرح ده، لكن ممكن يكون هو بيقرا كويس وبيتهجى كويس وما عندوش ابدال وقراءته عاديه جدا، لا بطيئه ولا سريعه ولا اي حاجه. دي الفهم القرائي. التعبير الكتابي بقى اللي هي التعبير اللي هي اللافته، بسم الله الرحمن الرحيم، التعبير، الموضوع. ويقعد ده المفروض هي القايمه اصلا كلها على التخيل، ان انا اتخيل الموضوع في دماغي وارتب له جمل وبعد كده اكتبها. فلو عندي مشكله في الكتابه هتصب الجنب التاني في الاملاء. فدي الاملاء والتعبير الكتابي الاثنين، والنحو. الاملاء والتعبير، الاملاء والنحو بيصبوا في التعبير. لو وكلهم يعتبر شبه مرتبطين كلهم ببعض. الاملاء، التعبير، النحو، الثلاثه مرتبطين بسياق جمله، الزمن بتاع الجمله، ترتيب الجمله، استخدام حروف جر وعطف، ادوات استفهام، ادوات اسلوب تعجب. كل الحاجات دي مرتبطه اللي هي اسمها الاساليب والتراكيب عموما بالتعبير، التعبير الكتابي. تمام. طيب لما تيجي بقى تجيلي بقى ايه، انا عندي مشكله ان ابني عنده مثلا اعاقه مثلا، ايا كان نوع الاعاقه، وعايزه اشتغل معاه صعوبات تعلم. طب ما فيش اعاقه بقى، ما فيش اعاقه مع صعوبات تعلم، زي ما قلت لكم في اول الفيديو. صعوبات التعلم هو اضطراب كاضطراب، ملوش ادنى علاقه باعاقه. لكن لو طفل عنده اضطراب تاني، زي مثلا اضطراب طيف توحد، اضطراب فرط حركه واندفاعيه ونقص انتباه، ده اضطراب. عندنا اضطراب فرط حركه واندفاعيه، ده اضطراب. عندنا اضطراب نقص الانتباه، عادي جدا ممكن يكون مع كل دول معاهم اضطراب تعلم محدد، لان كلهم اضطرابات، فعادي جدا ما فيش مشكله. بعيد عن التوحد بنشتغل معاه ببرامج، زي مثلا ايبلز، سان رايز، لوفيس، تيتش. يعني انا نفسي بستخدم الايبلز عادي. لكن ما ينفعش اقول ان الطفل اللي عنده صعوبات تعلم ان عنده توحد يكون عنده صعوبات تعلم. لا، هو اضطراب زي اضطراب عادي مفيش مشكله. لكن الاعاقه لا، اعاقه عقليه معاها صعوبات تعلم لا. طفل عنده نقل من مدرسه لمدرسه، حصل انفصال لباباه ومامته، اتنقلوا من البيت لبيت، اتنقلوا من دوله لدوله نتيجه تغيير اللغه، ما ينفعش اقول ان الطفل عنده صعوبات تعلم. لا، ممكن اقول عنده مثلا تاخر دراسي عشان مثلا اتنقل من مكان لمكان، من بيت لبيت، اتنقل من انفصال مامته وباباه، مشاكل نفسيه. المشكلات النفسيه برضو ما تتحطش ضمن صعوبات التعلم. دي الاساسيات لصعوبات التعلم. ان شاء الله في فيديو تاني هظبط ليكم باذن الله مشكلات الاساسيه لصعوبات التعلم وانماطها واستراتيجيات الشغل معاها، والاشكال بتاعه صعوبات التعلم، سواء كان في القراءه او في الحساب او في القراءه وحساب العربي عموما والحساب، وممكن الانجليزي، لان الانجليزي في صعوبات التعلم بشتغل بالجولي فونكس، برنامج اكثر من رائع، ممتاز جدا. لقيت لي كتب في المكتبات حلوه قوي بنفس الجروبس بتاعه الجولي فونكس مع الابلكيشن اللي نشتغل عليه. فكده الطفل يعني شاف وسمع وادرك وحس وانتبه وركز على جايبين الحروف من كل حاجه، انتباه وادراك ومفهوم والساوند، الصوت
من كل حاجه. فطبعا من الحاجات اللي كانت كويسه قوي قوي اللي انا عرفتها مؤخرا واشتغلت بيها في المركز عندي، وانا نفسي بشتغل فيها مع الولاد، واللي عندي في المركز بشتغل فيها مع الولاد اللي معاهم. بجد جايبه نتيجه ما شاء الله تبارك الله ممتازه، اكثر من رائعه، من اكتر البرامج اللي انا اشتغلت فيها من حوالي تقريبا 5 سنين، وجايبه نتيجه ما شاء الله تبارك الله حلوه قوي في فتره زمنيه قليله. حاجه يعني ما كنتش متوقعه ده كده، ما شاء الله تبارك الله. ربنا يحفظ الولاد كلهم يعني ان شاء الله باذن الله. اشوفكم في فيديو جديد، وان شاء الله اوضح لكم حاجات اكتر تخص صعوبات التعلم، واتمنى اكون فدتكم في الجزئيه دي بالذات خاصه بصعوبات التعلم. واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.